السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم معايا مرة أخرى في مطبخ أسامة. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير في صحة جيدة وأحوالكم طيبة. كيف كتشوفوا معايا اليوم وصفة جديدة إن شاء الله، كيك بالنخالة حمراء، كتجي رائعة، كيك صحي بدون سكر. نتمنى أنكم تجربوها. بقاو معايا نوجدوا المقادير والطريقه. هنايا في الكاسرون درت واحد كاس ونص ديال الحليب قياس كاس العنبه، غليته حتى غلى. غندير فيه هنايا تقريبا 12 حبه ديال التمر، يكون التمر رطب، حيدت ليه العظم ديالو. غادا نوضعو في هذا الحليب باش كيرطب ليه شوي الحليب لانه سخون بهذا الشكل هذا. نكمل معكم المقادير، غنخليه على جنب على يرطب واحد شوي. هنا عندي جوج بيضات، عندي نص كاس ديال الزيت اللي ممكن تعوضوه بنص كاس ديال زيت الزيتون، وعندي زلافه ديال النخاله تكون رقيقه. هاد النخاله شديتها حمرتها واحد شويه، غير شويه، غير ماشي نحمرها حتى تحمر، غير حيد من هذاك الرطوبه ديالها. هنا اول حاجه كنوضع هاد الحليب والتمر في الخلاط، غنطحنو مزيان حتى كينسجموا مزيان. هانتوما في هذه المرحله هذه لو بغيتو تصفيوه كتصفيوه، ولكن ما كاينلاش ان كلشي كيتطحن، كيبقى حتى حاجه ما كتبقى. هانتوما هنا في نفس الخلاط غنضيف ليه الزيت ونضيف ليه البيض، واحد القبيصه تاع الملحه، ندير قبيصه ديال الملحه، ندير نص كاس ديال الزيت. نسيت ما ذكرش معكم واحد الساشي ديال الفاني باش ينسم لينا. صافي غنبدا نخلط ونضيف في نفس الوقت البيض. هنا كيف لاحظتوا صافي كلشي تطرب بهذا الشكل هذا، تخلط مزيان البيض والزيت. صافي دابا غنضيف النخاله اللي عندي اللي محمره واحد شويه، كنبدا نضيف بشوي بشوي حتى كيتخلط ليا كلشي في نفس الخلاط. هنا كيف كتشوفوا ملي تطرب ليا كلشي كيبقى هذا هو القوام ديالها، يجي خفيف شويه. هنا في نفس الخلاط غنضيف الخميره لان بقات لي الخميره ما كاينلاش نحولها. غنضيف جوج خمارات ديال الحلوى ونخلطهم غير بالمعلقه. غنفرغها في المول، هاد المول اللي فيه حفره في الوسط، اللي فيه حفره في الوسط. هانت كيف كتلاحظوا صافي فرغت الخليط، شعلت الفران. هنا عندي خليط ديال اللوز والكركاع، هو باش غنزين من الفوق. التزيين كيبقى اختياري، اللي توفر لكم ممكن تستعملوا غير الزبيب. صافي غندخلها طيب بحال الطياب ديال الكيك العادي حتى كتبان لينا تنفخات تحمرت، ونخرجوها. هنا كيف كتشوفوا معايا هذا هو الشكل ديال الكيك ملي طابت، خليتها حتى بردات تماما، راه بردات. هانتوما راه كتطلع كتنفخ بهذا الشكل هذا. دابا غنديرها في الطبسيل ديال التقديم النهائي ونرجع معكم. وكيف كتشوفوا معايا كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديال الكيك اللي درت معكم، كيك ديال النخاله والتمر بدون سكر، كيجي رائع بزاف. هانتوما كيجي خفيف. نتمنى انكم تجربوه ويعجبكم. اللي عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالضغط على زر لايك، وما تنساوش تشتركوا في القناه للمزيد من الوصفات، ودائما فعلوا زر الجرس باش يوصلكم الجديد، ولي بارطاج من اهل الاحباب باش تعم فائده. وشكرا.